ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ طبعا ناس كتير منكم هيكونوا مستغربين الفيديو ده. ان هو المفروض الاستاتكس المفروض ما فيهاش اي حاجه بالكالكليتر، هو نظريا يعني يعتبر الى حد ما. بس هوريكم كده كام حاجه بسيطه ممكن تخلص بالكالكليتر احسن من ما فيش. بلس طبعا المهم ايه يا باشا، ايه الفيديو ده مليان الجبايه، ايه الحكايه مليان بقى. ط- طبعا الصوره دي ايه، نظرا معلش لضيق ال اسمها ايه، الانتاج يعني. فده اللي قدرت عليه، جبنا صوره حطيناها. مع السنه ان شاء الله السنه الجايه كده ربنا يكرم في الانتاج، هتبقى دي يا باشا ايه، صوره انا كاريكاتير كده وانا ماسك جوباي. تمام، بس لغايه ما نجيب الصوره دي تمشي الدنيا. ماشي، يلا بينا نشوف كده ايه الحاجات اللي ممكن تفيدنا في الامتحان وتخلينا نحل الامتحان اسرع شويه، عشان في الاول وفي الاخر امتحان الستاتكس طويل قوي، فاحنا بنحاول ننجزه على قد ما نقدر. اول حاجه نوعيه المسائل دي. بص يا جماعه، المسائل دي مشهوره جدا جدا، بيحبوا هم الوزاره بتجيبها كتير قوي، تكاد تكون كل امتحان بتيجي مساله مومنت في ال 3 دي. بيقول لي يا فوق، طبعا كده كده في فيديو الشرح انا شرحت ازاي ده بيتعمل بالستبس. بيديك فورس اهو بت 80، بتاكت عن البوينت ايه، مش عارف عامله انجل مع كذا 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 كذا، عايز المومنت حوالين الاوريجين يا ريس. هقول لك ماشي. بصوا بقى عشان نكون فاهمين حاجه، لو الفورس بتاكت على بوينت في اكسس، بتاكت في بوينت في الزد، بوينت في الاكس، بوينت في الواي، فالمومنت عند الرقم ده بزيرو. تمام. لو بارل الاكسس ده برضو بزيرو. يعني ايه يا مستر؟ يعني اول حاجه الاف دي ممكن نعملها ريديوشن كده، يكون عندي هنا اف كوزاين سيتا، وطالعه فوق كده ايه اف ساين سيتا. صح كلام صح. مبدئيا دي بارل مع الواي صح، يبقى عند الواي بزيرو. طب ودي بارل مع الزد، يبقى عند الزد بكام؟ بزيرو. مش موضوعنا دلوقتي يا جماعه. ده اول حاجه، الاف كوزين سيتا دي طالعه من الاكس كده، يبقى عند الاكس كان بكام؟ بزيرو. فاضل بقى انها تروح للواي. بتروح للواي ازاي يا جماعه؟ بتروح للواي انتي كلوك صح، يبقى فاضل قصدي انها تروح للزد، انا اسف، بتروح للزد انتي كلوك، يبقى ايه؟ يبقى زد بوزيتيف. طب حلو، طب تعالى نشوف كده اف ساين سيتا بتروح للاكس ازاي. بتروح لها كده اهو صح، انتي كلوك يبقى بوزيتيف. وبتروح للواي كده اهو، يبقى نيجاتيف. معنى كده ان توتال الفورس عملت رقم في الاكس بوزيتيف، رقم في الواي نيجاتيف، رقم في الزد بوزيتيف. خلصنا يا ريس. بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف بس. بس هو ده السؤال، ولا هعمل اي حاجه تاني. خلصت. ادي دي يا باشا، دي الجبايه الحكايه. الجبايه الحكايه. جايب لكم مسائل كتير منها عشان تشوفوا كل الاشكال عامله ازاي وازاي نتعامل معاها عشان ما تلخبطوش. تعالوا نشوف واحده كمان. نتاكد بس اول حاجه هنا دي الوحيده اللي ايه بوزيتيف، انا قلنا ايه بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، انا اخترت واحده غلط ولا ايه؟ معلش مش دي يا جماعه، دي انا علمت على واحده غلط، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. ها اللي بعده بيقول لي ام اي بي مالناش دعوه باللت ده، مش هو عايز المومنت؟ يلا بينا. ها بص بيكت عند مين؟ عند الزد، يبقى الرقم اللي في الزد زيرو. ها اللي بعده، ادي السيرتين اهي. بتروح للواي يا جماعه ازاي؟ بتروح للواي كده. طب هو مش ده كده اللي هو كلوك وايز؟ يعني الواي نيجاتيف. طب بتروح لاكس ازاي؟ برضو كده اهو، بتروح لاكس كده، يعني كلوك وايز يعني نيجاتيف. نيجاتيف نيجاتيف بوست نيجاتيف نيجاتيف زيرو اهي. نيجاتيف نيجاتيف وكده كده مفيش كي. واحده كمان بقى، يلا ده شكلها يا مستر، شكلها داخل على العظمه كده. اتقل. ها توين 6 اهي. اول حاجه بص بتاكت عند مين؟ عند زد. تقول لي مثلا الحكايه كلهم بياكت عند زد؟ اقول لك لا مش شرط، ما احنا شفنا اول سؤال ما كانش بياكت عند زد. ها بتروح للواي كده، الفورس اهي بتروح للواي ازاي؟ كلوك نيجاتيف، يبقى الواي نيجاتيف. بتروح للاكس نيجاتيف نيجاتيف. الله يا مستر بقى، خف خف بقى يا طب بقى، ايه ده بقى، ايه ده؟ الله. واحده كمان، يلا. بيقول لك الاي بي سي، هتقول لي بس هي فين الفورس؟ اقول لك خلاص تعالى نقرا السؤال، معلش بقى نتعب نفسنا ونقرا سؤال، يلا. ام از انترسكشن بوينت اوف اتس ميديانز. بيقول لك الام هو انترسكشن الميديانز اللي تحت هنا كده. الفورس بتاكت في السي ام، يعني الفورس بتاكت بالمنظر ده كده. ادي الفورس اهي. ها اول حاجه الرقم اللي عند زد كام؟ زيرو. احسنتم احسنتم، بداتوا خلاص تفهموني اهو. بتروح للاكس نيجاتيف، كده كده قلنا زد بزيرو. وبتروح للواي انتي كلوك يبقى بوزيتيف. خلصت. نيجاتيف بوزيتيف زيرو. نيجاتيف اهي. وكي كده كده زيرو صح، يعني كده كده دي اصلا غلط ولا مغمض. يا باشا ومش متاكد من الاجابات دي، خش يا باشا في المعاصر، انا جايب لك كل المسائل في المعاصر، خش بص على الاجابات. قال لها هنهزر ولا ايه؟
هتهزر مع الجبايه؟ دي الجبايه الحكايه. طب بص، ده سؤال حلو ووريته لك عشان ايه تفتحوا مخكم. بص معايا. اول حاجه اف 1 بتاكت عند الاي بي، يعني زد وواي، صح؟ يعني اف 1 مبدئيا الواي بتاعتها بزيرو والزد بتاعتها بزيرو. طب يا مستر بتعمل ايه للاكس؟ بتروح للاكس نيجاتيف. اوكي، دي كده اف 1. طب اف 2 يا مستر بتاكت عند الاي سي، يعني الاكس زيرو الزد زيرو. طب انت بتروح للواي ازاي؟ بتروح للواي كده انتي كلوك بوزيتيف. يبقى التوتال هيطلع لي ايه؟ نيجاتيف بوزيتيف زيرو، نيجاتيف اي بوزيتيف جي 0 كي، نيجاتيف اي بوزيتيف جي اهو 0 كي. ايزي. الجبايه الحكايه. كده رقم واحد. نخش على رقم اتنين، عندنا البوينت اوف اكشن اوف الريزلتنت. بصوا بقى، انا ما بحبش الهري الكتير. في اللي بيقعد يرسم مش عارف ايه، يجيب نورمال مومنت يحولها شابتر 3. يا عم ما عنديش ادنى مشكله، الكلام ده كله على عيني وعلى راسي، بس احنا بس عايزين حاجه في الانجاز يا طب. عايزين حاجه جبايه. بص يا باشا، هنعملها معامله سي جي على طول في ثانيه الا ثانيه. يعني ايه؟ قايل لك 3 بارل فورس 5 8 12 بياكتوا في سيم دايركشن عند البوينت كذا كذا كذا، عايز البوينت اوف اكشن اوف ريزلت. ماشي، على طول اكس جي هتساوي اول ماس اللي هي اول فورس، هعتبر ده ام 1 ام 2 ام 3. يلا 5 باي 2 بلس 8 باي 0 بلس 12 باي 4. ده كده ضربنا الماسس في الاكسات على مجموع الماسس، 5 بلس 8 بلس 12. خلصت. احسب ده كله لو مش مصدق. تحت كده كده 25، فوق ادي ده 0 48 و10 58. ايزي ايزي. الواي جي يلا، ام 1 5 في الواي بتاعتها نيجاتيف 2 بلس ام 2 8 في الواي بتاعتها 3، ام 3 12 في الواي بتاعتها نيجاتيف 1 على مجموع الماسز. حد لمس على فكره دي اتقالت قبل كده. اقول لك ماشي، طب تعال نشوف دي اتقالت دي قبل كده. ما اتقالتش. انا عارف انا بقول لك ايه، وعارف المسائل دي بتتحل من الناس التانيه ازاي يا باشا، ما تقلقش. احنا يا باشا مركزين. مديك اف 1، ده ايه ده يا مستر؟ ده فيكتور، ده مش مدياني هناك نورم. النورم سهل الكل عارفه. طب الفيكتور يا باشا جبايه، هنهزر ولا ايه؟ ادي اف 2 بياكتوا عند الاي والبي، عايز الريزلتنت اوف تو فورسز اند البوينت، عايز الريزلتنت بتاع التو فورسز اجمعهم. مش حوار، ده كده كده كل عارفها، بجمع التو فورسز على طول يعني. نيجاتيف 3 نيجاتيف 9 و3 نيجاتيف 6 وبعد كده 2. بيقول لي انا عايز البوينت اوف اكشن اوف الريزلتنت. سكت سهله. اكتب لي اكس يا باشا يلا، واي. اجهز يا باشا ايه للجوباي. قلت له يا مستر طب الاكس هختار مين؟ هقول لك مع الاكس هتختار الرقم اللي في الاكس، ومع الواي هتختار الرقم اللي في الواي. خلصت. يعني ايه يا مستر؟ يعني في الاكس الاف 1 بكام؟ ب 3 ملتبلاي البوينت بتاعتها بكام؟ نيجاتيف 1 بلس الاكس 2 بكام؟ في الاف 2 نيجاتيف 9 البوينت بتاعتها بكام؟ ب 1 على مجموع الماس اللي هو الاكس في اف 1 والاكس في اف 2. يبقى 3 ماينس 9. احسب ده كله بالكالكوليتر. نيجاتيف 3 ونيجاتيف 9 نيجاتيف 12 على نيجاتيف 6 فيها 2. ايزي. ها طب بالنسبه للواي يا مستر اهو، الواي في اف 1 بكام؟ بنيجاتيف 1. نيجاتيف 1 ملتبلاي البوينت بتاعتها بكام؟ 0 بلس الواي في اف 2 بكام؟ ب 3 في البوينت بتاعتها بكام؟ 2 على مجموع الماسز اللي هو ايه؟ الواي في اف 1 والواي في اف 2 نيجاتيف 1 بلس 3. 6 على 2 فيها 3. ايزي. تيجي نشوف واحده كمان، يلا يلا بينا. ده بيقول لي if f1 بتساوي نيجاتيف 2 1، عند بتاكت عند البوينت A نيجاتيف 2 0، F2 بارل F1 اوكي، R6 ونيجاتيف 3 كمان تمام ماشي. اكت ات سي then an intersection point between the line of action of F2 ليس. تقول لي شكله كده يا توب هيزنقك. اقول لك ولا عيب، مين ده اللي يزنقني؟ بس اول حاجه، بس انا عايزك تجيب لي F2 لو ما فيهاش اساءة ادب يعني، معلش نتعب كده نعمل ايه ستوب يعني ستيب. مش الار بتساوي F1 بس F2؟ يعني مش مره كده تكون قاعد في اللجنه عمال بوم بوم بوم، لا ده امتحان ستاتكس برضه. لازم كده ايه، نتعب شويه نبين اللي حوالينا حتى ان احنا شغالين، عشان ايه ما نتحسدش. امال الله. يلا يا باشا ودي الناحيه الثانيه. 6 ونيجاتيف 3 ماينس نيجاتيف 2 1 هتطلع اف 2 8 ونيجاتيف 3 ماينس 1 نيجاتيف 4. حلو الكلام حلو. طب بص بقى يا باشا،
احنا عاده تعالوا كده نعمل كاننا نعمل جدول للماس، ماس الاكس بس، جدول الاكسات وجدول للوايات. عندنا اف 1 بكام؟ بتاع الاكس بتاعته بكام؟ نيجاتيف 2. وبتاعت اكس 2 بكام؟ ب 8. صح ده الماس. طب والاكس بكام يا مستر؟ بتاعت الاف 1 نيجاتيف 2. بتاعت اف 2 بكام؟ ما انا ما اعرفش يا مستر، ما ده اللي انا عايزه اقول لك. خلاص ما تيجي نكتب ان اف 2 عباره عن اي وبي. لا مش اف، مش الاف 2 نفسها بقى، البوينت بتاعتها. تعال نسمي البوينت بي، عباره عن اي سمول بي سمول. يبقى الاكس ساعتها بكام؟ بايه. حلو الكلام. ولو عايزين نعمل واحده للواي يبقى ماس الواي الماس الاف اسمه ايه ده، الواي بتاعت اف 1 بكام؟ 1. الواي بتاعت اف 2 بكام؟ اهي نيجاتيف 4. البوينت بقى نفسها بتاعت اف 1 بكام؟ بزيرو. البوينت بتاعت اف 2 بكام؟ ببي. حلو قوي. وعندنا يا جماعه الاكس جي كده كده، والواي جي هي البوينت بتاعت الريزلتنت اللي انا مديلك بكام؟ 6 و0. يعني الاكس جي ب 6 والواي جي بزيرو. طب ما يلا بينا نحسب. نحسب ازاي يا مستر؟ كانه اكس جي عادي جدا. يلا نيجاتيف 2 اللي هي اول فورس في الاكس بتاعتها بكام؟ بنيجاتيف 2. بلس الفورس الثانيه 8 في الاكس بتاعتها بكام؟ ايه اللي احنا عايزين نحسبها على مجموع الماسز نيجاتيف 2 بلس 8. ما ده كله المفروض بيطلع لي الاكس بتاعت الريزلتنت. انا جبت لك السؤال العكس يا باشا ولا يهمنا. معايا جدولي اف 1 اف 2 الاكسات بتاعتهم بالبوينتات بتاعتهم، معايا الاكس جي. الجدول ده كله طالما عندك قانون واحد هنجيبه. ده بيساوي 6. يلا شيفت سولف. وهنا نفس الكلام 1 باي 0 ماينس 4 باي بي على مجموع الماسز 1 ماينس 4. ده كله بيساوي 0. يلا شيفت سولف. تطلع البي بزيرو هنا، وهنا تطلع الايه مش عارف. تطلع ب 4. يبقى البوينت كام يا جماعه؟ 4 و0. تاني انا عملت ايه؟ واحده واحده بس عشان انا مش فاهم. معايا الار ومعايا اف 1، جبت اف 2. عادة اللي بيحصل يكون معايا اف 1 واف 2 بالبوينتات، اجيب البوينت بتاعت الريزلت صح؟ هنا ادالك العكس، قال لك لا انا عايز بوينت اف 2 بقى، رخامه. عادي يا باشا ولا يهمني. فقلت لك خلاص يبقى معنى كده ان طالما مديك بوينت ريزلت يبقى انا مديك الاكس جي والواي جي كنتيجه كفاليو الفاينل انسر كام. يبقى احنا هيكون الجدول هو اللي ناقصه رقم. فانا بعد ما جبت اف 2 فرضت ان الرقمين بتوعها اي وبي سمول. عملت جدول الاكس وجدول الواي. جدول الاكس كتبت هنا الاكس بتاعت اف 1 وهنا الاكس بتاعت اف 2. بعد كده هنا الاكس يعني البوينت بتاعت اف 1 الاكس بتاعتها بكام؟ بنيجاتيف 2. والبوينت بتاعت اف 2 الاكس بتاعتها بكام؟ بايه. حسبنا كانه اكس جي عادي جدا، وسويناه بالبوينت بتاعت مين؟ الريزلتنت نفسها 6. شيفت سولف جبنا ليه؟ نفس الكلام هنا. الواي بتاعت اف 1 دي الواي بتاعت اف 2. هنا نفس الكلام الواي بتاعت بوينت اف 1 والواي بتاعت بوينت اف 2. عملنا الحسبه وسويناها برقم اللي هو بدون اللي هو كام؟ 0. شيفت سولف بس. فيري ايزي، فيري ايزي. يلا واحده كمان، جوبايه كمان يلا. هنا يا مستر ده 3 دي عادي ولا يهمني. هنعمل ماس للاكس وللواي وللزد عادي. تعالوا كده نعمل، نكتب ماس هنا. ده للاكس هما كام فورس؟ 2. والاكس بتاعته. وماس تاني للواي. وواحد تالت لايه؟ للزد. يلا بص عشان ما نتلخبطش تاني، تعالوا بس نجمع كده. ها، اول ماس يعني الماس بتاعت اف 1 في الاكس بكام؟ ب 2. هكتب هنا 2. بتاعت اكس اف 2 بكام؟ نيجاتيف 4. اكتب هنا نيجاتيف 4. كده كتبنا الماس. نكتب بقى الاكسات بتاعتهم على طول عشان ما نتلخبطش. الاكس بتاعت اف 1 بكام؟ ب 1. وبتاعت اف 2 بكام؟ اهي 0. يلا كده عملنا ده. نشطب اللي احنا عملناه خلاص. ها الواي بتاعت اف 1 بكام؟ نيجاتيف 1. ده الماس نفسه نيجاتيف 1. الواي بتاعت اف 2 بكام؟ ب 2. ماشي. الواي في البوينت بتاعت اف 1 بكام؟ ب 2. هنكتبها تحتها. والواي في البوينت بتاعت اف 2 بكام؟ ب 3 تحتها. واشطب. 3 تحتها 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 واش
بعد كده الزد في اف 1 بكام؟ بنيجاتيف 3. اكتب نيجاتيف 3. الزد في اف 2 بكام؟ 6 على البوينتات بتاعتهم نيجاتيف 3 برضو، وهنا 1. يلا يا باشا نحسب. الاكس جي بتساوي 2 باي 1 بلس نيجاتيف 4 باي 0 على مجموع الماس 2 ماينس 4. تحسب ده كله يطلع نيجاتيف 1. خلصنا. الواي جي ها نيجاتيف 1 باي 2 بلس 2 باي 3 على نيجاتيف 1 بلس 2. نيجاتيف 2 بلس 6 4. 4 على 1. 4 على 1 فيها 4. الزد جي نيجاتيف 3 باي نيجاتيف 3 بلس 6 باي 1 على نيجاتيف 3 بلس 6. 9 و 6 15 على 3 فيها ال 5. يبقى نيجاتيف 145. ايزي. الجوبايه. اصلا المضحك في الامر ايه؟ اللي انتوا في ناس منكم مش هيكونوا عارفين المسائل دي تقريبا. هيكونوا فاكرين ايه ده، ايه المسائل دي؟ دي مسائل اول مره نشوفها، غريبه قوي. سبحان الله. يعني اللي عارفها هيكون عارف قيمه الستبس اللي احنا بنعملها دي قد ايه بتوفر وقت كتير جدا. يلا الجوبايه اللي بعدها. نخش بقى على شابتر 4 اللي هو رخم جدا لوحده. تقول لي مثلا ده في ايه جوبايه؟ اقول لك في اللي احنا هنسهل على نفسنا المساله. بمعنى ايه؟ بيقول لك هنا uniform rod rest in a vertical plane with its upper end on a smooth vertical wall and on a rough horizontal plane with its lower end such that it makes an angle of tangent to 3 على طول الهوريزونتال. Find the coefficient of static friction between the rod والplane as it is about to slip. تقول لي مثلا هتسهل ايه بالظبط؟ اقول لك تعالى نرسم رسمتنا بس. اهو AB هنا RB هنا RA. بدل بقى يا جدعان اول حاجه قال لك يونيفورم رود، بدل ما الناس تقعد تفردوها لي دبليو وال وال وحاجات كده، ايه ده يا عم الجو ده؟ لا 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 لا، افرض ارقام. هو هنا في السؤال عايز الويت، لا افرضه برقم، افرضه ب 10. هنا عايز لينس لادر، لا افرضه يا عم 4 و4. سهل على نفسك سؤال شويه، سهل على نفسك شويه وخلي عينك تشوف ارقام فتطمن. ما هو عينك طول ما هي شايفه ارنونز كتير هتكون مقريفه. خلي بالنا يا جماعه انت برضو معلش في الارنونز هتحتاج لما انت تجيب مومنت هتقعد تلاقي مش عارف دبليو في ال كوزاين مش عارف ماينس 2 وال دبليو ساين. طب ما انت هتحتاج تعمل سمبليفاي. افرض انا مستر سمبليفاي قلش مني، لا يا عم. انا اصلا شفت سمبليفاي السنه دي عجب يا باشا. الواحد الناس تقول لك ده ال مثلا في دبليو، قصدي دبليو ال كوزاين مثلا بلس مثلا 2 دبليو ال ساين سيتا مثلا. لما اجي اقول لك اعمل ديفايدد ال بيروح يعمل لي ايه؟ يقول لي شيل دي يبقى دبليو كوزاين سيتا وشيل واحده. الله الله، ده احنا هنشيل هنشيل درجه فعلا مش هنشيل واحده. الله الله يا حبيب الله. ايه ده بقى؟ ده احنا ازاي ده احنا بنعمل ماينس ال ده ولا مش يعني حته ديفايدد حته ماينس وصباح المهرجان؟ مفيش الكلام ده خالص. فانا بقول لك انا شفت سمبليفاي يخليني يا باشا ايه يعني سنه قدام ما احبش اشوف سمبليفاي تاني. فلا يا باشا، وعلى ايه ولا الهوا يا باشا، جيت لكم بالحل. افرض يا باشا بارقام عادي وابدا اشتغل شغلك. قال لك اول حاجه بس ان هو هنا upper end on a smooth vertical wall lower end rough horizontal plane، فعندي هنا ميو فار ايه وابدا اشتغل عادي. قال لك اللي هنا سيتا تان سيتا بكام؟ ب 3 على 2 صح. تحسب ساين واحسب كوزين. تقول احسبها ازاي؟ ما خلاص بقى تعمل شيفت تان 3 على 2 ساين الانسر كوزين الانسر، او تعملها بالترينجل. بس ايه السخافه دي يعني ارقام رخيمه رخمه شويه بس ماشي. تان اوبزيت على ادجيسنت هتحسب ده يطلع بروت 9 و4 روت 13. يبقى ساين سيتا 3 على روت 13 وكوزين سيتا 2 على روت 13. وابدا اشتغل بقى معايا. انا هكمل لكم السؤال ماشي، بس انا مش هدفي ان انا اكمل السؤال على قد ما هدفي ان هو اوريك فكره فرض الويت والارقام واللينس هيفرق جدا جدا في الحل بشكل اكتر مما تتخيلوه بكتير. عشان يا جماعه وانس انك جبت مونت هتروح تعمل شيفت سولف على طول على الكالكليتر. انت مش هتعمل ولا سطر سمبليفاي. غيرك اللي مش هيكون فرض هيقعد يعمل سمبليفاي بايده. طب وعلى ايه؟ حتى لو انتوا الاثنين هتجيبوا نفس النتيجه يا عم ان شاء الله كلكم تجيبوا نفس النتيجه صح. اكيد مش بنتمنى لحد ان هو يحل غلط، بس النقطه في ان هو في السيمبليفاي هيضيع اقلها دقيقتين عنك. انت الدقيقتين دول انت اولى بيهم. والله العظيم اولى بيهم في سؤال تاني، اولى بيهم في مراجعه. وفر وقتك، ده امتحان طويل محتاجين نقلله في اقل وقت ممكن. اي ويت لادر او ويت او لينس لادر او ويت اي رد مش هو مش بيدولك وقال لك يونيفورم. افرض الويت برقم عادي، افرض لينس لادر عادي ما يهمكش. طالما ما طلبتش منك الويت او لينس لادر افرض. هنروح نعمل ايه؟ نقول
اول حاجه سم واي بزيرو، يبقى ار ايه بتساوي 10 على طول. شوف تبدا عينك ترتاح ان هو ما الدنيا ماشيه اهي. سم اكس ايكوال 0، فار بي هيساوي 10 ار ايه، ماشي معقوله برضو. يلا مومنت عند دي ايكوال 0، يلا ده راح. يلا 10 بتلف انتي كلوك. في الارم ها بقى 4 كوزاين سيتا، 4 كوزاين سيتا. الار بي بتلف كلوك مالتبلاي، طبعا طول عمره الارم بتاعها مين ده كله اللي هو ايه 8 ساين سيتا، كل ده ايكوال 0. بص بقى يا باشا تروح على طول تكتب 10 باي 4 كوزاين سيتا اللي هي 2 على روت 13 ماينس ار بي في 8 ساين سيتا اللي هي 3 على روت 13. يلا يا باشا شيفت سولف على طول، مش هنتعب قلبنا واحنا نقعد نحسب بدماغنا ولا الهوا يا باشا. على طول هات لي ار بي، ارجع عوض هنا، جبنا ار ايه، جبنا خلاص خلصنا. هو اصلا دي مش 10 ار ايه، دي 10 ميو اس. تعال نحسب ده اول حاجه اهو. 10 ملتبلاي 4 ملتبلاي 2 على روت 13 ماينس اكس ملتبلاي 8 ملتبلاي 3 على روت 13، كل ده ايكوال 0. شيفت سولف ايكوال بوم. ها تطلع الار بي ب 3.3333 اللي هي 10 على 3 طبعا. صح؟ عوض هنا يا باشا. يبقى 10 على 3 ايكوال 10 ميو اس. شيفت سولف تطلع ميو اس 1 على 3. خلصت اهي. وعلى كمان هنا اهو بيقول لك جيف 2022 الدور الثاني اي بي يونيفورم لادر اوف لينس ما ريست قصدي وت اتس اند بي اجينست رف سموث فيرتيكال وول. يبقى عندي هنا ار بي والاند ايه اون رف هوريزونتال جراوند. عندي هنا ار اي وهيكون عندي هنا ميو ار اي لسه ما اعرفش بره ولا جوه. ايه في الكوفيشن ستاتيك فريكشن بتوين اللادر والجراوند بهاف. حلو شيل الميو دي وحط مكانها هاف. قال لي اند اللادر از اباوت سلايد، يبقى الفريكشن اللي جوه. زين عايز الانجل بكام؟ الانجل انكلينيشن مع البلين. حلو قوي. الويت ده مش عايزه انا دبليو 10 4 4. بص بقى الحلاوه بقى، بص يا باشا سم واي ايكوال 0 يبقى على طول ار اي ب 10. ها سم اكس ايكوال 0 يبقى ار بي بتساوي هاف ار اي، فالار بي هتساوي هاف باي 10 5. بذمتكم وانتوا بتحلوا لو انتوا ما شلعتوش كده على طول ار اي ار بي مش هتحس ان الدنيا حلوه؟ الدنيا بسيطه اهو صح؟ ولا فيها بقى دبليو ال ونقعد نجيب ده بدلاله ده، لا مفيش الكلام ده خالص. الموضوع ابسط من كده بكتير. بعد كده تروح تجيب مومنت عند يا باشا عشان تخلص سؤالك في ثانيه الا ثانيه. ها مين هيتكنسل؟ 1 2. ده حافظين بيلف انتي كلوك 10 ملتبلاي الارم 4 كوزاين سيتا ماينس الار بي بتلف كلوك اللي هي 5 ملتبلاي الارم بتاعها الفور مش 4 بقى ال8 كله 8 ساين سيتا، كل ده ايكوال 0. شيفت سولف خلصنا السؤال اللي بعده. مش عايزين نضيع مسالك وقت كتير في الايكوليبريم يا جماعه، ده بيحرق وقت كتير، فانت خليك اذكى وايه انجزه على طول. يلا واحد كمان. ها بيقول ايه بيونيفورم لود اوف لينس ال ايه ال دي يا باشا؟ لا 4 و4. عايز تثبتهم 4 و4 ثبتهم يا باشا، حد ليه عندنا حاجه. بيقول لي والوي الايه اند ايتس ويت دبليو. لا مش ده تاني يا عم، انا خلاص انا يا باشا تقول لك انا هعتمد يا باشا ارقام التوب بي الويت 10 واللينس 4 و4 يا باشا 10 على 10. عايز واي 1 ماينس اكس 1 يا عم عادي يلا بينا. يلا اول حاجه تعالى نعمل تي كده ريزوليوشن. اول اقول لك ما تيجي نجيب المومنت الاول. صح ما تيجي نجيب مومنت عند الايه. بص اللي يحصل. راح يلا 10 بتلف الايه كلوك مالتبلاي فين الارم ده كده بالنسبه للانجل ادجيسنت يبقى 4 كوزاين 45. التي بتلف انتي كلوك يبقى بلس تي مالتبلاي الارم اهو جاهز اهو 8. كل ده ايكوال 0. يلا شيفت سولف جبنا التي. تطلع 5 روت 2 على 2. 5 روت 2 على 2 جبنا التي. وبعدين شيل يا باشا الارم، شيل خلاص الحاجات دي اول حاجه. لا ماشي هنشد الخط بتاعنا كده. دي 45 يبقى دي كمان 45 يبقى دي 45. اعمل ريزوليوشن تي كوزاين 45 صح فوق تي ساين 45. يلا سم اكس ايكوال 0 يبقى ار اكس بتساوي تي كوزاين 45 يعني 5 روت 2 على 2 ملتبلاي كوزاين 45. بالكالكليتر شيفت سولف تعال نشوف ده كام. قصدي مش شيفت سولف احسبها انا على الكالكليتر. 5 على 2 2.5 حلو.
يلا سم واي ايكوال 0. اللي طالع فوق تي ساين 45. مين كمان؟ ار واي بيساوي اللي نازل تحت 10. ده يطلع 2.5 بلس ار واي بيساوي 10. ار واي هتساوي 7.5. انا عايز ار واي ماينس ار اكس او واي 1 ماينس واي، ما دي واي يا جماعه، ودي واي 1 ودي اكس 1. فواي 1 ماينس اكس 1 هتساوي 7.5 ماينس 2.5 هتساوي 5. تقول لي مستر ايه ده بقى؟ والاجابات ايه؟ اقول لك يعني عيب والله، عيب يا باشا تكون بتتفرج على التوب بي وتيجي تسال حاجه زي كده، اكيد ده غلط. هتعوض مكان كل ويت بكام اللي احنا فارضينه 10. ده يطلع 20 على 3 غلط، ده يطلع 10 على 3 غلط، ده يطلع 5 صح. اللي بعده ها اسرع واحد كأخير بقى. يونيفورم لادر ريست ات اتس اند ايه اون رف هوريزونتال جراوند اند الاند بي اون رف فيرتيكال وول. يا ساتر الاثنين رف مفيش مشكله اهو. اي بي عندي هنا ار بي، عندي هنا ار اي. قال لي ايه في الكوفيشن اوف ستاتيك فريكشن بتوين مع الاي والبي هنا 1 على 3، يبقى عندي 1 على 3 ار اي 1 على 4 ار بي. بيقول لي find the tangent of angle of inclination of ladder مع الفيرتيكال. مع الفيرتيكال ناخد بالنا كويس قوي، انا عايز السيتا دي لما يكون اباوت سلايد. فاباوت سلايد يبقى طبعا اللي جوه ده اللي جوه ده النقطه اللي فوق دي هتزحلق في الفريكشن بتاعها لفوق. تقول لي يا مستر بس انا مش متعود الانجل مع الفيرتيكال. اقول لك يا عم خلاص عادي، لو انت مركز هات السيتا دي عادي، بس بعد كده نعمل ايه 90 ماينس. فافتكر ان انت عايز الالفا وتكتب نفسك كده قبل ما تحل الفا ايكوال 90 ماينس. ده الشرط الوحيد. اوكي طيب. او بكل بساطه لو انت عايز التان زي هنا هتقلب الرقم اللي هنا، يعني لو طلع لك هنا 2 على 3 تقول لي انت التان 3 على 2، طلع لك 1 على 5 تقول لي 5 على 1 كده يعني. المهم خلينا بس في مساله. عندي ويت اللادر افرضه ب 10 ها 4 و4 يلا بينا. يلا سم واي ايكوال 0 ار اي بلس 1 على 4 ار بي بتساوي 10. طب يلا سم اكس ايكوال 0 ار بي بتساوي 1 على 3 ار اي. طب ما تيجي نعوض هنا صح. يبقى عندي ار اي بلس 1 على 4 مكان ار بي 1 على 3 ار اي ده كله بيساوي 10. يلا شيفت سولف هات لي ار اي. احنا لسه نقعد نستنى ولا ايه؟ اكس بلس 1 على 12 اكس كل ده ايكوال 10. شيفت سولف ايكوال تطلع 9.230. ها ارجع عوض هنا عشان تجيب ار بي، فهنضربها في 1 على 3 ملتبلاي 1 اوفر 3 40 على 13 40 على 13. حلو قوي، جبنا ار بي جبنا ار اي. انت هتحس ان انت بدات ترتاح بقى، معاك كل حاجه، فاضل لك ايه؟ فاضل لك السيتا بسيطه. هات المومنت يا باشا، هات المومنت عند الايه. يلا انت معاك كل حاجه، اي حاجه محتاجه معاك. هتطير واحد، لا ده مش ده اللي هيطير انا اسف. واحد اتنين صح. يلا دبليو بتلف التن بيلف انتي كلوك ملتبلاي 4 كوزاين سيتا. الار بي بتلف كلوك، الار بي اللي احنا معانا كده كده صح ماينس 40 على 13 ملتبلاي ده الارم اللي هو 8 ساين سيتا. الها 1 على 4 ار بي بتلف كلوك برضو 1 على 4 في ار بي اللي هي 40 على 13 في 8 كوزاين سيتا. كل ده ايكوال 0 عشان ده الارم بتاعها يعني صح. شيفت سولف يا جماعه، شيفت سولف هنا يروح يجيب لك ايه؟ هيجيب لك السيتا صح. انت عايز ايه؟ عايز اول حاجه 90 ماينس سيتا، تروح تعمل 90 ماينس، بعد كده تروح تقول تاني الانسر. هحسبها لكم دلوقتي عشان لو ما طلعتش معاك اقولها لكم بكل صراحه عادي. 10 باي 4 كوزاين سيتا، ساعتها نشوف هل الكالكوليتر مش عارفه تحسب السيتا ولا ايه. 40 على 13 ملتبلاي 8 ساين سيتا ماينس 1 على 4 في 40 على 13 ملتبلاي 8 كوزاين سيتا. طبعا مكان كل سيتا بكتب اكس يعني. كل ده ايكوال 0. شيفت سولف ايكوال ادوها وقتها. واهم حاجه نخش في 2 كالكليتر. بص طلعت لي دي الاجابه. انا معاك واحده بواحده وهعمل 90 ماينس 90 ماينس الانسر. دي الاجابه. المفروض دي الالفا اللي فوق صح. انا عايز تاني الانجل، تان انسر، تان انسر اهو. احنا بتوع ايه؟ احنا بتوع ربنا. بس يا باشا خلصانه. يلا يا باشا الجبايه اللي بعده. اللي بعده المومنت. طب يا مستر المومنت ايه حكايتها؟ ما تيجي نحسب المومنت كلها بالكالكوليتر وخلاص ونسهل على نفسنا شويه. اول حاجه بس هات لي انت الار.
بقول لك اف اكت ات كذا، قلت لك اول ما يقول لك فورس مديلك فيكتور تروح تجهز لي الار، تكتب لي ار ايكوال اكت ات مين ايه، اكتب ايه ماينس واستعد للبوينت اللي بعدها اللي هي الان. فالار هتساوي نيجاتيف 3 1 ماينس 2 نيجاتيف 4. طبعا دي اكيد يا جماعه تعرفوا تعملوها بالكالكليتر، نيجاتيف 3 ماينس 2 بنيجاتيف 5، 1 ماينس نيجاتيف 4 5. يلا يا باشا نعمل ايه بالكالكليتر. بص يا باشا، هتروح تجيب اهو الكالكليتر، هتخش على مود، تمام، بعد كده تختار كلمه فيكتور رقم 8، هتقول له فيكتور ايه، هيقول لك الفيكتور ده كام في كام، هتقول له 2. اول رقم نيجاتيف 5، تاني رقم 5. سجلنا فيكتور ايه، اي سي، بسجل الار الاول، ها، شيفت بعد كده كلمه فيكتور رقم 5. هخش على داتا، هقول له انا عايز اسجل فيكتور بقى جديد اسمه فيكتور بي، هيقول لك كام في كام، هتقول له 2. الاف بكام يا جماعه، 2 و5. اي سي سجلنا خلاص صح. شيفت فيكتور، هتقول له فيكتور ايه اللي هو الار ملتبلاي شيفت فيكتور فيكتور بي ايكوال، قال لك 0 0 نيجاتيف 35، يعني 0 اي 0 جي نيجاتيف 35 كي. خلصت كده. اللي بعده نخش على واحد كمان بيقول لي الفورس 5 اي 4 اي 5 جي ماينس 3 كي اكت ات بوينت ايه. اول حاجه نجهز الار A ماينس واستعد للبوينت اللي بعدها، قال لي انا عايز المومنت حوالين الاوريجن، فطبعا الار هتساوي نفسها خلاص. فبصوا يا جماعه لو حصل وهتستعملوا كذا مومنت في نفس في الامتحان، يعني اهم حاجه بس ان انتوا ايه، كل شويه تطلعوا من الفيكتور، يعني تخشوا على فيكتور اللي هو المود العادي، بعد كده ترجعوا للفيكتور من تاني عشان تسجلوا من جديد. يلا انا رقم واحد ببدا دايما اسجل مين الار، هنا اقول له دي دلوقتي بقت 3 2 نيجاتيف 3 4. سجلنا الار صح. اي سي شيفت 5، خش على الدات، اقول له عايز فيكتور بي، هيقول لك كام، هقول له 3 دلوقتي. فيكتور بي يا جماعه دايما ده اللي هو مين، اللي هو الاف 4 5 نيجاتيف 3. سجلنا خلاص صح. يلا شيفت 5 فيكتور ايه اللي هو رقم 3 ملتبلاي شيفت 5 فيكتور بي اللي هو رقم 4 ايكوال نيجاتيف 11 اول رقم بعد كده 22 22. خلصت. نيجاتيف 11 22 22. بسيطه وسهله ومش مستاهله، في اقل من دقيقه خلصنا الموت. عشان اي حد بقى بيتلخبط في الاي جي كي، بيتلخبط في الساين بتطول معاه، لا يا باشا خلصنا الكلام ده كله. عندي اهو بيقول لي انا عندي الاف اهي بتاكت عند بوينت كذا، هكتب ار اهو يبقى 1 1 0 نيجاتيف 3 ماينس، عايز المومنت حوالين الفيكتور بي اللي هو جي و3 كي، يعني 0 1 و3. هتتعب بس هتتعب معلش نفسك تجيب انت الار بس. 1 0 ماينس 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 3 ماينس 3 نيجاتيف 6. يلا يا باشا جاهزين بالكالكوليتر ولا ايه؟ اهم حاجه قلنا ايه، اول حاجه نخش على مود عادي، تمام، بعد كده نرجع للمود الفيكتور. مود فيكتور، فيكتور ايه 3 في 3، ببدا بالار 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 6. سجلنا اهو اي سي شيفت 5 رقم فيكتور داتا فيكتور بي حوله 3 في 3، قصدي 3 بس، الفورس كام 2 نيجاتيف 1 5. سجلنا خلاص الار والفيكتور صح. يلا شيفت 5 فيكتور ايه اللي هو نمبر 3 ملتبلاي شيفت 5 فيكتور بي اللي هو رقم 4 ايكوال نيجاتيف 11 نيجاتيف 17 1 نيجاتيف 11 نيجاتيف 17 1. فيري فيري ايزي، ايزي يا عزيزي. فدي كده مش دي بقى مش جبايه، دي ايه، كالكليتر. نبدا بقى يا جماعه نخش على مسائل مختلفه فيها افكار واقول لك ايه الفكره بتاعتها. لما اجي اقول لك الفورس 5 و12 and its sign of action has الايكويشن كذا، عايز المومنت حوالين البي، فحد يقول لي يا مستر ايه، هي اول حاجه هيفكر فيها يقول لك انا لازم اجيب بوينت بتاكت عندها الفورس، صح، ما عنديش مشكله في حاجه زي كده. حد يقول لي مستر اجيب البوينت دي ازاي، اقول لك واحد تاني يرد عليه يقول له يا باشا بسيطه، من الايكويشن دي هتفرض اكس باي رقم وتشوف الواي بكام، يعني مثلا تفرض الاكس بزيرو وتستنى واي، فتبقى نيجاتيف 12 باي 0 بلس 5 واي ايكوال 0، تطلع الواي برضو بزيرو. بقى معايا البوينت 0 0 وتعمل الار، ها، 0 0 ماينس نيجاتيف 3 1، قرار تساوي 3 ونيجاتيف 1. يلا يا باشا نعملها بالكالكليتر. وبعد كده اوريك طريقه ثانيه بقى، هنا السؤال بس عايز اوريك فيه طريقتين اهو. رقم 8 الفيكتور، يلا
فيكتور A الار بكام؟ دي 2 باي 2 3 ونيجاتيف 1 اي سي شيفت فيكتور داتا بي 2 باي 2 الاف بقى 5 و12 اي سي شيفت 5 فيكتور A ملتبلاي شيفت 5 فيكتور B ايكوال كام؟ 0 0 41 يبقى كام؟ 41 كي. خلاص خلصت. طيب هنا يا جماعه جايب لك سؤال عشان حاجتين. اول حاجه عايز اعرف ازاي تفرض انك تجيب بوينت. يا جماعه لو عندي ايكويشن بالمنظر ده اهو، نيجاتيف 12 اكس بلس 5 واي عايز اجيب عليها بوينت ايكوال 0. ممكن تفرض الاكس بزيرو وتشوف الواي بكام، طلعت الواي بزيرو. ممكن حد يقول لي مثلا هفرض الاكس مثلا ب 2، شوف الواي بكام. تعال نجرب. يبقى نيجاتيف 12 باي 2 بلس 5 واي ايكوال 0. تحسب الواي تطلع الواي 24 على 5، راح يبقى البوينت 2 24 على 5. ممكن تفرق اي حاجه. ممكن حد يقول لي مثلا هفرض الواي ب 3، يبقى نيجاتيف 12 اكس بلس 5 باي 3 ايكوال 0. هتطلع الاكس 5 على 4 وهكذا. معايا اي بوينت. طب ايه يا مستر بقى الطريقه الثانيه؟ انك ازاي تجيب بيربنديكولار من البوينت لللاين ده. ودي نقطه مهمه جدا. ازاي اجيب بيربنديكولار من البوينت لللاين ده؟ بيربنديكولار فروم بي لللاين نيجاتيف 12 اكس بلس 5 واي ايكوال 0. يا جماعه عشان ناخد بالنا ان البربنديكولار ديستنس دي ما ده الارم هضربه في نورمال اف على طول. يعني ايه يا مستر؟ يعني اول حاجه لو قلت لك هات لي نورمال اف، هتقول لي روت 5 باور 2 بلس 12 باور 2 13. عظيم. انا عايز ال يا مستر عشان المومنت هتساوي ده في ده. هتجيب ال ازاي يا باشا؟ بص يا باشا، اول حاجه هتروح ايه، فاكرين يا جماعه في السوليد جيومتري لما كنا بنحط ابسوليوت على نورم؟ هو نفس الكلام. ابسوليوت نيجاتيف 12 اكس بلس 5 واي، خلاص كده كده الباقي بزيرو، على نورمال اف اللي هو قصدي نورمال ان اللي هو 12 باور 2 بلس 5 باور 2. يلا بينا. بعد كده نعوض مكان الاكس واي بايه؟ بالبوينت اللي عندنا. ما ده اللي كنا بنعمله في السوليد صح؟ بحط البلين كلها هنا، احط اللاين كله وبعد كده اعوض بالبوينت الخارجيه. فاللي هتساوي نيجاتيف 12 باي 3 باي نيجاتيف 3 بلس 5 باي 1 على نورم الكلام ده. المهرجان ده كله اضربه في كام؟ في نورمال اف اللي هو بكام؟ ب 13. احسب ده كله هيطلع ب 41 على طول. تقول لي مستر دي ممكن تكون اسهل. اقول لك ما عنديش مشكله، ده صح وده صح، بس ساعات يا جماعه في مسائل مش هتتحل غير باللي انت تكون عارف البربنديكولار ده بتحسبه ازاي. فعشان كده حبيت اوريك ايه الفكره دي، ازاي اجيب بربنديكولار ديستنس ما بين بوينت ولاين اوف اكشن اوف الفورس. نقطه مهمه جدا جدا جدا. بحط اللاين كله جوه ابسوليوت على نورمال ايه؟ لان اللي هي كوفيشنت اكس بار 2 بلس واي بار 2. بعد كده اروح اعوض بالبوينت بتاعتي وخلصنا على كده جبنا ال. تعالوا نشوف يا جماعه السؤال ده برده من الاسئله الحلوه قوي قوي قوي، في فكره مميزه جدا. ده جه في الترايل 2023 لو انا فاكر صح. بيقول لي فورس اف اكت في الاكس واي بلين. فورس بتاكت في الاكس واي بلين يعني زد بزيرو. ماشي. يعني ايه مثلا؟ او نخليها اكس وواي وزيرو. بيقول لي اند الايكويشن اوف لاين اوف اكشن از كذا. ممكن افرضها كده اصلا. الايكويشن بتاعت الاف اهي y بلس 4 x ايكوال 5. عندك بوينت A بوينت B، قال لك 2 بوينتس في البلين. زين مومنت A بتساوي نيجاتيف مومنت B، مومنت A اقل من مومنت B، مومنت A بتساوي مومنت B، مومنت A اكبر من مومنت B. سؤال يا جماعه، احنا هنعرف يا مستر ازاي الحاجات دي؟ اقول لك اول حاجه مومنت A بتساوي نيجاتيف مومنت B لو الفورس بتبايسكت. هل عندي اختبار للبايسكت؟ لا، فللاسف ده مش هعرف اختبره، هخليه دلوقتي على جنب. طب مومنت A اقل من مومنت B او قدها او اكبر؟ هو يا جماعه خلي بالك، ما ده كله اقدر اعرفه بطريقه ما، الا وهي ايه؟ لو جبت ال لينس البربنديكولار من البوينت للفورس، وطلع مثلا لينس البربنديكولار بتاع ايه اكبر من بي، طب ما هو كده كده في الحالتين هيتضربوا في اف، يبقى مومنت ايه اكبر من مومنت بي. طب لو طلع لينس البربنديكولار بي اكبر، يبقى مومنت بي اكبر. طلعوا قد بعض، يبقى تحتمل حاجه من الاثنين. يا اما هم بارل فعندهم نفس المومنت بالظبط، يا اما ايه بتبايسكت فعندهم نفس الفاليو بس اوبوزيت ان دايركشن. طب اجي اقول لك انا على اختبار سهل نبدا بيه. هو يا جماعه امتى تكون ايه صح؟ لو الفورس بارل لاي بي، صح؟ تعالى كده هات لي الاي بي فيكتور. الاي بي فيكتور عادي بي ماينس ايه؟ 2 ماينس 1 1 1 ماينس 5 نيجاتيف 4. هتقول لي يا مستر سؤال، لو انا اديت لك الفيكتور بالمنظر ده وقلت لك انا عايز السلوب بتاعه، السلوب بيساوي ايه دايما؟ واي على اكس نيجاتيف 4 على 1 نيجاتيف 4. حلو. تعالوا بص كده قفشوا لي كده اللاين ده
y بلس 4 x ايكوال 5. هات لي الاسلوب بتاع اللاين ده. ولنفترض انك بتجيب اسلوب عادي جدا. حد يقول لي مثلا نيجاتيف كوفيشن اوف اكس على كوفيشن اوف واي، يا عم اقول لك اعمل ديريفيتيف عادي، دي واي على اكس بلس 4 ايكوال 0. يبقى دي واي على اكس بكام؟ نيجاتيف 4. طلعوا نفس الاسلوب، خلصت. يبقى انت لو عايز تختبر موضوع البارل مش محتاج بقى تقعد تجيب مومنت ايه ومومنت بي وتشوفهم، والاول عشان تجيب مومنت ايه محتاج تجيب لينس بيربنديكولار. يا جماعه خشوا اتفرجوا على فيديو بتاعه على يوتيوب. انا كنت حله بقى بالطريقه الثانيه، حله بالطريقه الطويله عشان ايه الناس تكون شايفه بعينيها ازاي بنجيب لينس بيربنديكولار. هي طريقه حلوه، طريقه حلوه ومفيده وهتتعلموا منها كتير، بس دي كده. تاني، لو انا عايز اختبر، اول حاجه ما عندناش اختبار للبايسكت، ما عندناش اختبار للبايسكت، عندنا اختبار للبارل. هو ده الاسلوب على طول، الاسلوب ده بيساوي الاسلوب ده، خلصنا. طب اول حاجه لو انا عندي فيكتور يا مستر بجيب الاسلوب ازاي؟ واي على اكس. واي على اكس ده الفيكتور، الاسلوب بتاع الفيكتور. الايكويشن باي طريقه، نيجاتيف كوفيشنت اوف اكس على كوفيشنت اوف واي. اعمل ديفرنشيشن عادي كانك بتجيب اسلوب، فاهم من الديف. حتى ان شاء الله تعملها بالكالكليتر عادي. طلعوا قد بعض، مومنت ايه بيساوي مومنت ايه على طول. مش قد بعض، مش بيساوي بعض على طول. تمام، بس موضوع بسيط جدا جدا جدا. معايا؟ نخش على اخر حاجه بقى، واللي هي ايه؟ واللي هي الهكساجون. بص بقى يا باشا، الهكساجون فيه لف كتير يا باشا، انا جبت لك خلاصته. بص كده معايا، لو عندي هكساجون بالمنظر ده، وطبعا اللي يعرفوني عارفين طريقه قريب وبعيد يا باشا، ايه اللي احنا الحمد لله مخترعينها. A B C D E F. اسالوا اي طالب ان شاء الله فاهم من زياله ثانويه 3 4 5 سنين، لو كان معايا طبعا يعني. المهم مش موضوعنا. تعال نرمي شويه فورس كده. 10 20 5 6 1 7. واحده هنا كده كمان مثلا 13. واحده هنا كده 15. يا عم بالمره يلا. واحده هنا ب 20. بص يا جماعه خلينا متفقين، بس مفيش اي هيكسجون. لا استنى بس عشان ما لخبطكوش، مفيش اي هيكسجون يجي بالمنظر ده كله. تعالوا بس نمسح شويه حاجات بعد كده نزودهم لكم دلوقتي. اول حاجه، لو انا هجيب مومنت حوالين الايه، مومنت حوالين الايه، مين اللي هيتكنسل؟ واحد اتنين، او الاثنين جنبها يتكنسلوا يا جماعه. بالتالي انا هقول لك فاضل لك 4 فورس، صح؟ قول لي مين هم اقرب اتنين ومين هم ابعد اتنين. اقرب اتنين ابعد اتنين، القريب بتكتب جنبه قريب والبعيد تكتب جنبه بعيد. ده كده قريب صح، عشان هيجي بعد اللي متكنسل على طول تكتب جنبه قريب. وده نفس الكلام من الوينج التاني قريب. لكن دوت بعيد خالص، بعيد قوي عن الايه، صح؟ ودوت بعيد. بص يا باشا، القريب الارم بتاعه يعني ال روت 3 على طول. البعيد الدبل ال روت 3. طيب ايه تاني يا مستر؟ لو جبت لك بقى مثلا دايجونال بالمنظر ده، دايجونال بعيد، صح؟ ده دايجونال بعيد قوي. هيساوي ايه؟ ال كام؟ 3 على 2 ال. نكتب دايجونال بعيد 3 على 2 ال. طب دايجونال قريب زي ده كده يا مستر، نكتب بس هنا، نكتب جنبه اهو دايجونال بعيد. لا اللي كتبتها هنا استنى، دايجونال بعيد. طب يا مستر لو ده كده، ها مثلا نعتبر هنا يا عم، تعال بس هنزود دلوقتي. ده كده دايجونال قريب قوي من الايه، صح؟ ده كده قريب على طول اهو. لكن ده بص بعيد خالص. طيب دايجونال قريب اللي ساد ال. طيب المين دايجونال، الدايجونال الاساسي، الاساسي مين؟ المين دايجونال الاساسي اللي روت 3 على طول. هو مستر مين المين دايجونال اللي هو اكبر واحد ده؟
خلينا متفقين يا جماعه، اي حد، مش اي حاجه، مش شرط يعني، معظم الناس هتكون عارفه مثلا، ممكن يكونوا سمع دول. الو يا باشا، لا جيت لكم بواحد اتنين تلاته جداد. اي هيكسجون في اي حاله من الاحوال معاك، الحاجات دي خلصت. الهيكسجون ده كده شفرناه، بيخلص في ثانيه الا ثانيه، ثانيه الا ثانيه. يبقى تاني دول اتكنسلوا، صح؟ تعال نشوف كده. ها ده كده اقرب حاجه ال روت 3 على 2، القريب ال روت 3، البعيد خالص قصدي ال روت 3 على 2 القريبين، البعيد ال روت 3. طب تعالوا نبص جوه، ده دايجونال قريب قوي يا مستر ده، يبقى ايه؟ ال دايجونال بعيد شويه، إيه 3 على 2 ال. طب مين دايجونال؟ روت 3 على 2 ال، زيه زي القريب. طب فاضل حاجه اخيره، لو قلت لك انا عايز المومنت حوالين السنتر، حوالين السنتر المفروض كله هيتضرب في ال روت 3 على 2، عشان بيكون السنتر كده، فده الارم على طول دايما معايا. بس ده كده الدايجونال كله. الدايجونال ايه؟ ده كده الهكسون. هوريكم بقى دلوقتي سؤال ازاي بنطبق عليه الكلام ده. بص يا باشا، قال لي اهو A B C D E F اذا ريجولار هكسجون. السؤال ده كنا شرحناه في البتاع الشرح نفسه، بس اللي ما شافوش يعني، ومديك سايد لينس ومديك فورس. قال لك المومنت حوالين الدي والاف بزيرو. طب تعالوا كده نجيب حوالين الدي، يلا. مين اللي اتكنسل؟ ادي واحد. ها لو كان في حاجه هنا برضه هتتكنسل، صح؟ يبقى اللي بعدهم ده قريب، قريب، بعيد، بعيد. في دايجونالز عندي؟ لا خالص. حلو قوي. يلا الاف 1 بتروح للاف ازاي؟ انتي كلوك، يبقى اف 1 طالما ده قريبه يبقى ال روت 3 على 2. وقال لك لينس الهكسجون كان بكام؟ 6. 6 روت 3 على 2. ها اللي بعده ال 15 بتروح كلوك، نيجاتيف 15 قريب برضه، يبقى 6 روت 3 على 2. بعد كده 45 بتروح كلوك، ماينس 45، بس 45 دلوقتي بعيده، بقت 6 روت 3 بس عشان ال روت 3. ال 35 بتروح انتي كلوك، يبقى بلس 35 بعيده برضه، يبقى 6 روت 3 ايكوال 0. خلصنا جبنا اف 1. طب ها تعالوا نجيب نفس الكلام ل، قال لي لمين؟ اللي عند الدي وعند الاف. تطلع اف 1 ب 35 بالمره يعني، عشان بس انا افتكرها. المهم انت عند الاف، ها مين اللي هيتكنسل؟ فين الاف اهي؟ الكنسل واحد واحد. ها دوت قريب، قريب. يا جماعه اتنين بيتكنسلوا، قريبين بعاد بالترتيب كده. بعيد، طبعا لو كان في حاجه هنا كان هيكون بعيد، بس ما فيش يعني. طب يلا بينا، ال 45 بتروح للاف كلوك، نيجاتيف 45 طالما ده قريب يبقى 6 روت 3 على 2. ها الاف 2 بتروح كلوك، نيجاتيف اف 2 ملتبلاي قريبه برضه 6 روت 3 على 2. الاف 1 الاف 1 جبناها كام اصلا؟ 35، بس دي بعيده وبتروح انتي كلوك، يبقى بلس 35 ملتبلاي ايه 6 روت 3 ايكوال 0. شيفت سولف بتطلع اف 2 ب 25. انا فاكر الرقم يعني. امسح. ها هو عايز ايه؟ عايز المومنت حوالين اللي هتقول يا باشا من العين دي قبل العين دي، بسيطه وسهله ومش مستاهله. اتكنسل اتكنسل. قريب، قريب، بعيد، صح؟ يلا مومنت حوالين الايه؟ ها الاف 1 بتلف للايه؟ انتي كلوك. الاف 1 اصلا بكام؟ 35، يبقى 35 ملتبلاي اللي روت 3 على 2، 6 روت 3 على 2. يلا 15 بتلف كلوك ماينس 15 ملتبلاي 6 روت 3 على 2. اف 2 بعيده بتلف كلوك برضه ماينس 25 ملتبلاي 6 روت 3 على 2. قصدي 6 روت 3 بس عشان دي بعيده. واحسب ده بكام؟ تطلع نيجاتيف 90 روت 3. فهنا يا جماعه على طول انت قريب بعيد قريب بعيد قريب بعيد. غيرك بقى يا باشا لا، ده يقعد بقى ينزل ارم ويشوف الاجل وبتاع. يا باشا ليه الكلام ده كله؟ عايزين ننجز، دايما عايزين ننجز في الحل بس. ودي يا شباب كانت الحاجات اللي ان شاء الله لو جت في امتحان الستاتكس انتوا ان شاء الله تنجزوا جدا جدا في حلها في الوقت باذن الله. لو في حاجه تانية زي ما قلت لكم هنزلها لكم في فيديو شيت واقول لكم عليها. طبعا خلينا متفقين اكيد ده مش زي فيديو الكالكلس، عشان بطبيعه الحال الناس كلها عارفه ان الكالكلس والالجبرا كله بيقول تريكاتها بالكالكليتر. فانا في نفس الوقت حاولت ان انا اجيب لكم في الاستاتكس حاجات تمشي الدنيا شويه، بدل ما اقول لكم يا باشا لا مفيش خالص. لا يا باشا ان شاء الله يكون فيه، وباذن الله يا باشا تظبطوا الدنيا على الاخر. اهم حاجه نركز في الجوبات اللي كانت في الاول بتاعه الريزلتنت بتاعه اول دي اللي هي مومنت 3 دي، طبعا دي اهمهم واسرعهم. والريزلتنت طبعا سريع جدا، ومومنت بالكالكوليتر يا باشا 10 على 10 بس. و لغايه ما اشوفكم ان شاء الله في الامتحان الجاي. تحياتي لاخواتي. يلا باي باي.